السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير في أفضل حال. تم تحديد موعد سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا، يعني الربع النهائي من دور أبطال إفريقيا، وكذلك الربع النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية. بعد ذلك غادي يديروا حتى القرعة ديال النصف والنهائي، سواء من دور أبطال إفريقيا أو من كأس الكونفدرالية الإفريقية. وكذلك غادي نهضروا على الخصوم المحتمل لكل من الجيش الملكي وكذلك نهضة بركان. بالنسبة لموعد السحب قرعة دور الربع النهائي من دور أبطال إفريقيا وكذلك الربع النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية غادي يكون 17 فبراير في العاصمة القطرية الدوحة. بالنسبة الخصوم اللي ممكن يواجههم فريق النهضة الرياضية البركانية في دور الربع النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية كان نادي الرياضي القسنطيني، كذلك أسيك ميموزا الإيفواري، المصري، البورسعيدي. بالنسبة للجيش الملكي الخصوم اللي ممكن يواجههم هم كاين مولودية الجزائر، كاين الأهلي المصري، كاين بيراميدز المصري. الأضعف فيهم هو بيراميدز المصري والمولودية الجزائر، والأقوى فيهم هو الأهلي المصري. بالنسبة لفريق النهضة الرياضية البركانية الخصوم اللي غادي يواجههم كاين النادي الرياضي القسنطيني، أسيك ميموزا الإيفواري، المصري، البورسعيدي. بالنسبة لي أضعف الخصوم فيهم النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، كيتبعوا المصري البورسعيدي ثم أسيك ميموزا الإيفواري. بالنسبة لقوانين القرعة ديال كأس الكونفدرالية الإفريقية وكذلك دور أبطال إفريقيا، الأول مع الثاني، يعني الأول مع الثاني، يعني كيجيبوا واحد مثلا من الصف الأول اللي كيكون في الصف الأول من كيتصدروا المجموعات، سواء المجموعة الأولى والثانية والثالثة. مثلا كيسحبوا متصدر كيخرج مثلا نهضة بركان، كتلعب مع يا النادي الرياضي القسنطيني او اسيك ميموزا الامفواري او المصري البورسعيدي. بالنسبه مثلا سيمبا التنزاني ممكن يلعب مع ستيلنبوش الجنوب افريقي او اسيك ميموزا او المصري البورسعيدي، وهكذا. هذه هي قوانين القرعه، ومستحيل انه يلعب مثلا نهضة بركان ستيلنبوش لانهم نفس المجموعه. ونفس الشيء يقال عن دور ابطال افريقيا. وبالنسبه لدور النصف غادي يديروا احتمالات، غادي يسحبوا حتى القرعه ديال النصف، يعني مثلا اللي تأهل مثلا من الربع النهائي الأول والربع النهائي الثاني يشوف مع من يلعب، مثلا الربع الأول مع من يلعب مع الربع الثالث والربع الثاني، وهكذا. وكذلك نفس الشيء يقال عن دوري أبطال إفريقيا. بالنسبة لحظوظ الجيش الملكي في هذه المنافسة المنافسة دور أبطال إفريقيا، حظوظ وافرة إلى غيره المدرب. بالنسبة للنهضة الرياضية البركانية حظوظ وافرة إن شاء الله، مع الدعم الجماهيري البرتقالي وكذلك مع الثقة ديال الإدارة في المدرب. كلما كان تشجيع قوي من طرف الجماهير البرتقالية كيحققوا، يعني الفريق كيحقق نتائج مزيانة، وخاصة في أن الفريق في خط تصاعدي. ولكن لا، ما خصش يكون الاستهانة بالخصوم، وخص تبقى الخدمة هكا، ويبقى عندك الصرامة تبقى متواصلة. هذا بالنسبة لموعد سحب القرعة ديال دور أبطال إفريقيا وكذلك كأس الكونفدرالية الإفريقية. إن شاء الله يعني يتوفقوا لا الجيش الملكي ولا كذلك نهضة بركان. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.